بص يا جماعة، دلوقتي بيجيلي استفسارات دايما وكتير جدا على موضوع عيش الشوفان والعيش البلدي. ايه اكتر عيش مناسب ناخده معانا؟ يعني انا دلوقتي اخد عيش شوفان ولا اخد عيش بلدي ولا اخد عيش حبة كاملة ولا اخد عيش اسمر؟ هيكون مناسب في الدايت اكتر. الفرق بينهم في الفايبرز، في الالياف، الثلاثة سعراتهم قليلة جدا وفرق بينهم قليل جدا. لكن طبعا هتيجي تلاقي عند عيش الشوفان فيه فايبرز اكتر، فيه الياف اكتر، فبيدي حق بالشبع اكتر، بيعمل بالون في المعدة. انت سيادتك اول ما بتاكليه العيش ده بيعمل انتفاخ في المعده، فبيديلك حاب الشبع، فبتاكلي رغيف تحس ان انت معدتك مالت على الاخر، مش قادره. مش قادره طبعا. تعالي بقى كلي عيش بلدي، رغيف اتنين تلاته لسه جعانه مكمله. الحبه الكامله شويه احسن. لكن فنقول دايما الفرق في التلاته مش في عيش، مش في السعرات، على قد ما هو فرق في الفايبرز والالياف. تعالي جربي كل رغيف فيهم هتلاقي نفسك عايزه تاكلي رغيف واثنين وثلاثه واربعه وعشره. وبيرفع السكر في الدم على طول، لان بيتحرق على طول، سكره بيتحرق على طول وبيتكسر على طول. فبالتالي الفرق هنا في الفايبرز والالياف. خدوا عيش الشوفان.